شاب فجأة اكتشف انه ضعيف وملهوش لازمة في الحياة، ولكنه قرر يتحدى كل الصعوبات ويتعلم فنون القتال عشان يبقى قوي ويحقق كل اهدافه. هل الشاب شانج هيستحمل التدريبات المميتة ولا لأ؟ يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ مع شانج لي. شانج معروف انه خبير بالفنون القتالية وكل الناس بتحترمه، لكن محدش يعرف الحقيقة. وهنا شانج دخل في مطعم مع هوي المساعد الخاص بيه. لما شانج كان بياكل في حاله، في مجموعة من البلطجية شافوه من بعيد وقالوا عليه انه ضعيف ومش قوي زي ما كل الناس بيقولوا. وهنا قائد المجرمين اتعصب وهجم على اتباعه وعلى شانج. من البداية بتظهر مهارات شانج العالية بالكونج فو، لانه مسك المجرمين طحنهم وخلاهم يجروا زي الكلاب. بعد فترة هو مساعد شانج كلم قائد البلطجية ودفع ليه مبلغ مالي كبير. وهنا بنعرف ان شانج مقاتل ضعيف وملهوش لازمة، لكن كل الناس بتمثل عليه لان والده غني وبيدفع لهم فلوس. اما المعلم ليه والد شانج كان بيتخانق مع زوجته لانها طلبت منه يقول لابنه الحقيقة ويعرفه انه مقاتل ضعيف، لكنه رفض طلبها وقرر انه يستمر في الكذب عليه. وللاسف شانج العبيط كان عايش في وهم ومقتنع انه اقوى مقاتل في المدينة. بالليل اصدقاء شانج كانوا بيتفرجوا على مسرحية، وبعد ما الممثلين خلصوا شغل اصدقاء شانج راحوا وفضلوا يعاكسوا واحدة من الممثلين، لكنهم اكتشفوا انه راجل ومش ست، وطلع ماهر بالفنون القتالية ومسكهم ظبطهم. ده غير ان بقية الناس ظهروا ونزلوا فيهم طحن وهزقوهم قدام الجميع. تاني يوم اصدقاء شان كلموه ورجعوه للمسرح من جديد وطلبوا منه ينتقم لهم من الممثلين اللي ضربوهم. لكن المفاجأة كانت ان في واحد من الممثلين اسمه لو يعرف ان شانج ضعيف ووالده بيدفع للناس فلوس عشان يقنعوه انه قوي. طبعا اول ما شانج سمع كلامه اتصدم وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. من هنا لو قال كل حاجة بالتفصيل لشانج وعرفه ان والده ومساعده هو بيضحكوا عليه من زمان وبيدفعوا للناس فلوس عشان يخسروا ضده في القتالات. وهنا شانج اتعصب وافتكر ان لو بيكذب عليه فهاجمه بشراسة وسرعة ملهاش مثيل. مع ان لو ممثل بسيط الا انه ماهر بالفنون القتالية ومسك شانج هزقه وبهدله، فشانج حاول يصدله الاقصى ما عنده عشان يثبت انه قوي، لكن لو كشف له الحقيقة المرة ومسكه طحنه قدام الجميع. للأسف شانج حس بالصدمة لأن المساعد الخاص بيه ووالده كانوا بيكذبوا عليه طول السنين دي كلها وأقنعوه إنه مقاتل قوي، لكن في الحقيقة إنه شاب ضعيف وملهوش لازمة. ولما شانج كان بيكلم والده وسأله هو خدعه ليه، والد شانج قال له أنا عملت كده عشان أحميك من الأذى وأبعد عنك الشر. فشانج شكره على اهتمامه بيه وقال له إنه هيتعلم الفنون القتالية بجد وهثبت ليك إن أقوى مقاتل في الصين كلها. بالليل شانج رجع للممثل لو من جديد وطلب منه يدربه، لكن لو رفض وقال له انت مش هتقدر تستحمل صعوبات التدريبات دي وهتستسلم في ثواني زي الضعيف. بس شانج عنيد جدا واخد هو المساعد الخاص بيه وسافر على المركب اللي موجود فيها. لو بيسافر من بلد لبلد لانه بيعمل عروض تمثيلية في جميع انحاء الصين، وشانج لزق فيه وقال له انه مش هيسيبه الا لما يعلمه اسرار الكونج فو من البداية للنهاية. ومع ان لو كان متضايق منه الا انه وافق يعلمه لان قلبه طيب. لكن في يوم من الايام صاحب لو طلب منه المساعدة وقال له انه وقع في مصيبة كبيرة جدا وفي راجل بلطجي عايز يخلص عليه وكل عائلته، فلو طلب منه يستخبى في مكان خفي. بعد كده امر شانج يتنكر على شكل صاحبه عشان يخدعوا البلطجية. بعد ما شانج اتنكر بفترة قصيرة اتفاجئ ببلطجي هو واتباعه وكانوا جايين يتخانقوا معاه لانهم فاكرينه صاحب لو. في البداية شانج حاول يتفاداهم لكنه فشل والمجرمين بدأوا يقتلوه، فبقية الممثلين انضموا للقتال وحاولوا يدافعوا عنه لكنهم فشلوا واتمسكوا اتطحنوا. وهنا شانج اضطر يقاتلهم بنفسه واستخدم بعض المهارات اللي اتعلمها من لو، لكنهم اتكتروا عليه وحصروه من كل اتجاه، وزي ما احنا عارفين الكترة تغلب الشجاعة. اما لو كان بيمثل على المسرح لكنه اتفاجئ بالمجرمين وهما بيهاجموا شانج فدافع عنه بمهارة كبيرة وخلص عليهم بسرعة البرق. وهنا بنعرف ان في راجل في الجمهور شاف لو وهو بيقاتل واعجب بيه جدا. الراجل ده اسمه فرانكي وكل مهمته في الحياة انه يدور على اقوى المقاتلين في الصين ويتحداهم عشان يثبت انه اقوى مقاتل في البلد، ومعروف عنه انه عديم الرحمة وبيدمر اي حد يقف في طريقه. تاني يوم بالليل في احتفال كبير اتعمل في المدينة
المدينة، ولو كان معاه شانج والمساعد الخاص بيه. صاحب الاحتفال ده يبقى فرانكي، وعمل كده عشان يقابل لو ويتكلم معاه. فرانكي طلب من لو يقاتله وش لوش لانه معجب بمهاراته الاسطورية بالكونج فو، لكن لو رفض طلبه. بس فرانكي اصر على رأيه لدرجة ان شانج اتعصب منه، وهنا لو قبل التحدي اخيرا والاتنين استعدوا للقتال. في البداية بنكتشف ان فرانكي بيستخدم فن النسر القتالي وبيعتمد على السرعة والقوة في تدمير الاعداء، لكن لو ذكي وسريع وقدر انه يتفادى كل ضرباته. وفي وسط القتال لو وقع على الارض لوحده بدون اي سبب، وهنا بنعرف ان لو عنده مرض خطير لكنه مخبي عن الجميع ومش عايز يعرف اي حد. ففرانكي اعتذر له وطلب منه يستريح. بعد فترة شانج اخد لو للمستشفى وجلب له الدكتور عشان يطمن عليه، ومن حسن الحظ لو كان بخير ونجا من الموت على اخر لحظة. اما شانج راح عشان يوصل الدكتور لخارج القرية، ولما كان راجع اتفاجئ بمقاتل نينجا حاول يغفله لكنه اتصداله في ثواني زي البرق وبدأ يقاتله. وهنا بنعرف ان في جيش كامل من المقاتلين نينجا اتسللوا لداخل المستشفى، وهدفهم كان انهم يخلصوا على لو. المقاتلين دول كانوا تابعين لفرانكي وكانوا عايزين يدمروا لو لان هو الوحيد اللي يقدر يغلبه في الكونج فو. ومع ان لو مريض وحاسس بالتعب الا انه اتحمل الوجع وفاق من جديد. بعد كده بدأ يقاتل مع النينجا ويدافع عن نفسه، ولما شانج رجع للمستشفى اتفاجئ ان المكان كله بيولع والنينجا محاصرينه من كل حتة، فتنكر على شكل واحد منهم، ولما قرب من لو اخد علم مشتعل بالنار ودافع عنه. شانج ولو اتحدوا مع بعض وقتلوا النينجا وسط النار لحد ما هربوا منهم بصعوبة شديدة وقفزوا في النهر. بعد كده بنقابل المعلم وونج شغال رسام وكان بيعلم بنته ازاي ترسم زيه، وهنا بنعرف انه ماهر في الكونج فو وعنده سرعة رهيبة في القتال لانه قدر يرسم لوحة جميلة في وقت قصير جدا. في الوقت ده شانج خرج من النهر وكان عظمه متكسر ومصاب بشدة، لكنه شاف مزرعة فراخ بالصدفة وقرر ياخد فرخة. وهنا بنعرف ان المزرعة دي خاصة بالمعلم وونج وبنته. فبنت المعلم شافت شانج وهو بيحاول يسرق الفرخة ونادت على والدها. المعلم وونج عصبي جدا وكان مستني اي حد يظهر عشان يمسكه ويطحنه، وشانج المسكين ما كانش عارف يتصرف ازاي. لكن فجأة لو ظهر، وهنا بنعرف ان المعلم وونج يبقى اخوه الكبير، والاتنين قعدوا يتخانقوا مع بعض، لكن في النهاية وقفوا الخناق والمعلم وونج وافق انهم يباتوا معاه لحد ما يحلوا مشاكلهم. تاني يوم المعلم وونج قرر انه هيدرب بنته على الكونج فو عشان تبقى قوية وتعرف تدافع عن نفسها. ولما شانج شافه كان عايز يتعلم هو كمان، فوونج بدأ يدربه. بس فجأة لو شافه من بعيد وحس بالغضب علشان لانه بيتدرب تحت ايد شخص تاني. طبعا لو زعل من شانج وما كانش راضي يكلمه لفترة طويلة، لكنهم اتصالحوا في النهاية ورجعوا يتمرنوا مع بعض من جديد. لو بقى يثق في شانج وبدأ يدربه على الاساليب السرية اللي يعرفها، وشانج كان بيتعب وبيتمرن طول الليل والنهار عشان يثبت لوالده انه مقاتل قوي وكل الناس بتحترمه. بعد فترة من التدريب شانج بقى قوي جدا وتعلم كل الاساليب السرية، عشان كده لو قال له انا هخلي اخويا وونج يعلمك فن القبض الحديدية وبكده هتكون خلصت تمرينك. فشانج حس بالحماسة الشديدة. تاني يوم لو كلم اخوه وونج وطلب منه يعلم شانج اسراره لانه قلبه طيب وعنده اصرار وعزيمة. وهنا وونج وافق وتصالح مع اخوه لانهم كانوا متخانقين. ومن تاني يوم المعلم وونج اخد شانج وطلب منه انه يتدرب معاه في مكان وسط الغابة. واول ما وصلوا لمكان التدريب المعلم وونج قال انه هيعلمه ازاي يسيطر على اعصابه ويطور من قوة قبضته. في بداية التمرين وونج مسك شانج طحنه لانه كان بيعلمه، لكن شانج صبر عليه واتمرن باقصى ما عنده، ومع الوقت بدأ يتعلم التقنية السرية للقبضة الحديدية وبقى بيوجه لكمات مدمرة ملهاش مثيل ممكن تخلص على جيش كامل بسرعة البرق. بعد التدريب المعلم وونج وشانج اتفاجئوا انه مرض لو رجاله من جديد وحالته الصحية كانت متدهورة وفي خطر شديد. وهنا وونج طلب من شانج يرجعه لبيته مع لو عشان يعالجه ويتأكد انه بخير، وبالفعل شانج اخده ورجعه لبيت والده عشان يتعالج. تاني يوم الصبح فرانكي وصل للمدينة ومعاه الحراس
الخاصين بيه، وسألوا الناس عن مكان بيت شانج. واول ما قابل والده كذب وقال انه صاحبه، لكنه في الحقيقة كان عايز يخلص عليه. وهنا خادم شانج الغبي قال انه رجع البيت هو ولو من فترة قصيرة. فرانكي دور في البيت واتفاجئ ان لو لسه عايش وما ماتش، فراح يتكلم معاه. وهنا لو قال انت خاين وما بتقاتلش بشرف. من هنا اتباع فرانكي غفلوه وطعنوه بسكينة، بس للاسف شانج وصل متأخر ولو كان بيموت. وقبل ما يفقد حياته طلب منه ينتقم له ويرجع حقه، وبالفعل شانج عزى لو في حزن شديد. واول ما جنازته خلصت اتحدى فرانكي في قتال حتى الموت. طبعا فرانكي قابل التحدي لانه فاكر انه اقوى مقاتل في الصين، والاتنين نزلوا طحن في بعض. في بداية القتال فرانكي هجم بكل قوته وكان خطير جدا لانه بيستخدم فن قبضة النسر المميت. لكن شانج كان حاسس بالغضب الشديد على معلمه اللي مات غدر، وافتكر اسلوب القبضة الحديدية اللي اتعلمه من وونج، فوجه لفرانكي لكمات بسرعة البرق ومسكه ظبطه لحد ما خلص عليه تماما وما بقاش قادر يقف على رجليه. وبكده شانج انتقم لمعلمه واثبت انه اقوى مقاتل وملهوش حل. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل